انت نزل سلاحك، نزل سلاحك، سلاحك. طيب نزل سلاحك يلا. ما باك لي. ما يابك سؤالين يا اشتي اكلمك ما يا. من سؤالين. ما هو سؤالين ضروري تشي تعرف السؤالين. إيه. ولو ما رديتش على السؤالين هذه ليش قتلت صحابي واجي تقتلنا؟ اكيد واجي اقتلك وواجي اقتل صحابك. ما سؤالك هو سؤال. ما يالك سؤالين انا. السؤال الاول من قتل ابنك، والسؤال الثاني اشتيك تكلمنا ليش ما حضرت جنازة ابنك. ماش داري من قتل ابني. كم ما انت داري من قتل ابنك؟ ماش داري. ضروري تكلمنا من قتل ابنك ماش الان، داري من قتل ولا ابني. خلي السلاح يتكلم معك. انا اكلمك بس ما اتكلم اي واحد. كيف؟ خليني اروح لي اكلمك خليني اروح لي. اكيد بخليك تروح لك. انا قتلت ابني. لما يقول ابنك هاي قتلت ضحكتنا والله. ليش قتلت ابنك؟ قتلت علشان حرك قلب امه. قتلت علشان تحرك قلب امه. ايوه عندنا زوجا غيري. زي ما انت تشتي تحرك قلب امه انا اشتي احرك قلبك. كيف امه ما عندهاش قلب؟ امه عندها قلب وانت ما عندكش قلب. هو كان لا قلب ما كان سابنا. لو كان لها قلب ما كان سابناك. طيب انا ايش خليك تلحق ابنك؟ ليش؟ الو يا صاحبي، اشتري منك خدمة هدية حب رصاص. لما يوقعك رصاص حاول انك تطلع نفسك. السلام عليكم، كيف الحال يا عم جابر؟ السلام ورحمة الله، تفضل. حصلت الرجال الذي قتل ابنه؟ ايوه. أدره أدر تافه عشان يشتي حرك قلب أمه اللي قتل ابنه، وأنا خلصت عليه. طلع ما دام أنت تشتي تحرك قلب مرتك علشان ابنك، خلصت عليه. قلت طلع سلم لي على ابنك لما توصل عنده. يعني شخص تافه، أكيد هذا يستاهل الموت. اللي يسوي ذي الحركات مع عياله ومع أسرته ومع أهله يستاهل الموت يا عم جابر. سلامات يا كما اتصلت بأي خدمات. فالأيام لنا أمل مهم، واشتاق توبة على نفسك جيدا، ومشتش منك أغراض كثيرة، وسلمك الشعر ده يكون باسمك. اشتاق توبة جدا جيدا جدا، مشتش منك أغراض أحملك يا هاي. أي أغراض تحملك يا هاي. واصل. جلس هنا، جلس هنا. لا تخاف، أنا أشتيك الناس. أنا شليتك علشان أشوف الناس ما يشتي. أنا كمان. كناس سليم شايف حاله، شكلها ده ما يعرف كهرب.
برجع لك أنا. هذا الناس شو مين معي؟ لما صبك هار قهار لو أنت راجل أنت خارج بليح ليش أوصلك براسك. قلع في يدك اشتينا كابلك شعر الموت شيل بليح مني ولا زرع بدري عليك كابلك شعر الموت لا تاكل على نفسك خاطرك. يا مسلم اوه مسلم يا مسلم دورنا لك كل محل ما لقيناك. داقي لك ما تجيب داقي لك ما تجيبش داقي لك ما تجيب. كيف مدينة حلوة؟ مدينة حلوة حلوة جدا. المدينة حلوة جدا. بس أهلي مش حلوين، أهلي مش حلالين أهلي. لا يا ابني يا شاكر يا شاكر، المدينة حلوة جدا، وأهلها حالين أكثر ما تتصور، بس كل من له ضروره. لو المدينة حلوة وأهلها حالين، بس كل من له ظروفه، كل من يفكر في إيش، واللي مشغول في إيش في حياته، واللي أتذكر اللي مش حلوين إلا الأقلة الأشرار كلها. ولكن نحن دينا المفروض نحن ننظر للدنيا بعين نظرة ولحظة أمل، لأن كل شيء تطلع، كل شيء تتوقع، كل شيء تصبر، كل شيء بس هيك مننا لحظة انتظار. الحياة ما تشالك العيال، ما تشالك تحكم على الناس بالمظاهر. يا ابني أنت لما تيجي حتى القاتل يقتل من خوف، حتى المسكين ما يمد يده إلا ما يمد يده إلا أن بعد ما يضيق به الحال وغصب عنه. كل شيء بمقاديره، كل شيء تشتيلك صابر، تشالك حاجة، تشالك تأمل، وتشالك من الكل الفهم الواسع. تدري كيف الفهم الواسع؟ كيف؟ البعض يكمل أكل بعض، ويتدارسون كيفية معالجة الأمور الناقصة، معالجة الأشياء التي هي الأساس والثمرة، معالجات مثل ما تزرع شجرة. المفروض الكل يشارك فيها، حتى في المعيشة، حتى المسكين يبقى مثل التاجر، والتاجر مثل المسكين، كل من له درجة. لحظة إيش يحق لها أن يعيش، يحق لها أن يمشي، يحق لها أن يشوف، يحق لها لأنها زي الفقير كذا يحق لها أن يعيش، بس كل من يعيش حياته على حسب المستوى. مش معنى إنها على حسب المستوى يبقى في حجمه، كل من نحاول يحسن من وضعه، والكل من حوله يسمح له ويساعده على أن يرفع نفسه. حتى الكبير سائد الصغير، والصغير يتألم من الذي أكبر منه، ويتألم كيف الدنيا بنورها. أما اليأس ذا مش إله، ذا مقبل، ذا مدري ما له، ذا مدري ما هو، يعني يطرح الكبير للابن حواجز من أجل ما يتمارس مع الحياة. لذا يخرج الضال، ويخرج المتطفل، ويخرج المسترزق، ويخرج الإنسان البادئ، ويخرج الشرير، ويخرج المنافق. والسبب لعدم التوعية من كافة شرائح المجتمع، التاجر والفقير والمسؤول، لأنهم مش متقاربين، مش متجانسين مع بعضهم، بعض جنب بعض، كل من إيش بمستوى حر، ناسي الذي حوله. احنا ما نتكلمش عن الناس كبار، نتكلم بمنطقة نظرة أمل، ونظرة أمل الحياة. والحياة ما تحتاج لك إلا إنك عمرك ما تيأس. إذا انسد باب تبحث عن 100 باب، ربما ينفتح لك فيها باب يا ابني تشوف حياتك والدنيا. هي كذا يا ابني، لا تحكمش على الناس إنهم مش حلوين، الناس كلها حلوين، حتى الشرير، حتى ذا
يكون حلو مع بعض من الناس وشرير مع البقية. شوف ما فيش حاجة مقفلة، عمر الدنيا ما هي حلقة مقفلة، هي متسعة الأبواب، كل ما بحرت فيها ترى عجائب. صحيح أنت ما كنت مرت بتجارب لصغر سنك، لذا تحكم على طيف نوع الشباب يندذي وإذا ما ينفعش وإذا ضال. لحظات الأمل المفروض الكل يتمسكها ويبحث عنه ويحاول يدعمها في كافة شرائح المجتمع من أجل ما يعيشون أبناء مدينة الزوايا ناس مثل المشايخ مثل الأكابر يعيشون حياة رفاهية، بس مثل الذي ينزغ فيهم الشيطان، متفرقين كلهم متمسك برأيه ولا يصبون في مصب واحد. بس مدينة الزوايا صدقنا مهما مرت بظروف لابد ما تصب في مصب واحد، لأن من زمان هي منبع زرع لحظة أمل لكل المدن من حولها. سمعتنا يا ابن أجل لا تحزن. لو كانت المجاني مثلك تنظر للدنيا بلحظة أمل، لو كانت اليمن في الفضاء. أنت عمرك ما تكان يا ابن، بروح ما الحين ما تيجي تتكلم إياه، تعال نتكلم أنا وأنت. دورت لك في المدينة كلها مسلمة، مش تهزف أنا وياك شيء نجلس نتهزف. خليك أعيش لك مع ناس في عمرك، لأن أفكار المجانين دائما متعبة، لأن ما تلقاش الشخص اللي يفهمها اللي يفهم كبير أو لا يقولها. خليك رجال الآن روح وأنت ضيعت وقتك، الله معنا في أي وقت تعال تكلم، بس ما تفيتش وأنا زعلان. أنت جيت الآن وأنا فرحان تكلمت، وأنا أتذكر الكلام اللي كنت لك أقول الله صدقاه هو كلام مجاني ما لك منه. سميت يا بني شاكر وأنا داري نقدر لي إن شاء الله اسمح لي بذهب الدنيا كلها وتصبرك، وأنا كيد أتغدي أنا مش مغديونا تغديك على عين وراسي. يلا بك الله يفتح عليك بك، يلا خلينا نجلس. الله يفتح عليك. يلا يا خدمات. الله يفتح عليك. يلا مع السلامة. الصديق معنا والعجب حالي فوق التعب، الصديق معنا والعجب حالي فوق التعب، حالي فوق التعب. جدنا والأب أمنا من زرع أثمار، تامة جدنا والأب أمنا من زرع أثمار، أمنا من زرع أثمار. أعيش فيها محتار، أمسي واصبح في نار، أعيش فيها محتار وأمسي واصبح في نار، الغاز فيها واسرار، الغاز فيها واسرار، فيها طبيب وجوار، فيها طبيب